الفضائية الإريترية، نحييكم مشاهدينا في كل مكان ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذه الفترة، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. وفد منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو يلتقي كبار المسؤولين الإريتريين. الاحتفال بعيد استقلال البلاد في مفوضية حقوق الإنسان بجنيف. نسبة الاستفادة من مياه الشرب النقية في الأرياف تصل إلى 73% بإقليم القشبركة. غارات أمريكية على جنوب إيران وطهران تتمسك بخطوطها الحمراء. ستارمر وتوسكي يوقعان معاهدة أمنية لمواجهة التحدي الروسي. وبوتين يجتمع مع توكاييف عقب استقبال رسمي حافل في أستانا. أهلا بكم. اجتمع وفد من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو اليوم 28 مايو مع كبار المسؤولين في الحكومة الإريترية، وذلك لمناقشة التعاون الثنائي والقضايا ذات الاهتمام المشترك. التقى الوفد برئاسة مساعد المدير العام لمنظمة السيد محمد الفرناوي، وضم مدير المنظمة في شرق أفريقيا السيدة لويز هاكسيثاوزن مع وزير الخارجية السيد عثمان صالح، ووزير الإعلام السيد يماني قبر مسقال، ووزيرة التعليم الدكتورة حليمة محمد، ومفوض الثقافة والريادة السفير زمدة تخلي، وبحث مجالات التعليم وتوثيق وتسجيل التراث التاريخي وغير المادي لإريتريا، فضلا عن تبادل الخبرات في مجال العلوم الرقمية والذكاء الاصطناعي في التعليم والمعلومات. وخلال الاجتماعات التي حضرتها أيضا منسقة الأمم المتحدة في إريتريا السيدة نهلة فالجي، تم التوصل إلى تفاهم واسع لتوسيع وتعزيز التعاون القائم. تم الاحتفال بالذكرى 35 لاستقلال إريتريا في 27 مايو في مقر مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف. حضر الاحتفال سفراء وممثلون ومسؤولون من مؤسسات ومنظمات دولية مقرها جنيف، بالإضافة إلى أعضاء المنظمات الإريترية. وقال القائم بأعمال السفارة الإريترية في سويسرا ومندوب إريتريا في الأمم المتحدة في جنيف والمنظمات الدولية السيد هابتوم زرعي، قال إن شعب إريتريا قد ضمن حقه القانوني والإنساني في تقرير المصير والحرية الذي حرم منه بتدخلات القوى الكبرى، وذلك بعد نضال مرير وطويل وتضحيات جسام. وأضاف أن مسيرة التنمية في البلاد نحو ضمان الاستقلال الاقتصادي والعدالة الاجتماعية قد حققت نتائج مشجعة. وأوضح أن الاستثمارات في حماية التربة وحفظ المياه والتعليم والخدمات الصحية وغيرها من القطاعات خلال السنوات الماضية من الاستقلال قد أرست أساسا متينا لمستقبل مستدام، مؤكدا المضي قدما لتحقيق هدفنا إيمانا بأن ما أنجزناه مبشر والمتبقي كثير. تخلل الاحتفال معرض صور يسلط الضوء على تنوع الشعب الإريتري والموارد الطبيعية لإريتريا والأنشطة الدبلوماسية. من جهة أخرى، احتفل الإريتريون المقيمون في المملكة المتحدة وأيرلندا وإيطاليا وألمانيا وهولندا ومونتريال وكالجاري في كندا بالذكرى السنوية 35 لاستقلال إريتريا تحت شعار صمودنا ضماننا. وفي مدن المملكة المتحدة كلندن وبرمنغهام ومانشستر وليدز وشيفيلد ونوتنغهام وليستر ونيوكاسل وكارديف وهادرسفيلد وليفربول وكوفنتري وغلاسكو وويكفيلد وديري وساوثهامبتون وبورنموث وميدلسبرو وبرايتون وبريستول وبلفاست كورك ودبلن. وأيرلندا جرت الاحتفالات بحضور آلاف الإريتريين من جميع الأعمار. وافتتح الحفل المنظم في لندن يوم 23 مايو كل من القائم بأعمال السفارة الإريترية السيد صالح عبد الله ومسؤول الشؤون العامة والمجتمعية السيد تولد يوهنس برفقة السفراء ودبلوماسيين مدعوين والعديد من الإريتريين، وقدما التهاني لشعب وحكومة إريتريا وقوات الدفاع البواسل. وأشار السيد صالح في خطابه إلى روح التصدي والصمود القويين التي أظهرها شعب إريتريا في مراحل تحقيق الاستقلال واحترام السيادة والعدائيات، وأعرب عن ثقته الراسخة بأن هذه القيم ستصنع المعجزات في مجال البناء والتطوير. وشكر رئيس اللجنة الوطنية في بريطانيا السيد أحمد محمد محمود المساهمين للاحتفال بشكل بهيج بحيث يعكس التاريخ والجمال والقيم الإريترية.
تميز الاحتفال ببرامج ثقافية وفنية وأنشطة رياضية. في غضون ذلك احتفل الإرثريون في 15 مدينة إيطالية هي روما وميلانو وبولونيا وبريشيا وكاتانيا وبيزا وتورينو ونابولي وباري وبروستو وباليرمو وفلورنسا، وكذلك جنوا وبوردينوني وفيرونا في 24 من مايو بروح وطنية عالية وانتماء وطني كبير. وفي حفل أقيم في روما بحضور العديد من المواطنين والضيوف المدعوين، قدم سفير إريتريا لدى إيطاليا السيد فيسهاسيون بيطروس شرحا موسعا عن يوم الاستقلال والنضالات التي تم خوضها والتضحيات التي قدمت للوصول إليه. وفي حفل مماثل في ميلانو، ألقى القنصل العام السيد طخل سنبت إمام رسالة يوم الاستقلال، وألقى الجانب المدعوون كلمات تضامنية. وفي ألمانيا احتفل الإريتريون بعيد الاستقلال يوم 23 و24 في مدن برلين وفرانكفورت وهامبورغ ومنهايم ودوزلدورف وكايزر سلاوترن وفولدا ونورنبرغ وأولمي وفيولتينغن وميونخ وهايدلبرغ وهايبنغنهايم وفرايبورغ وماغدوبورغ هام وغيرها. وقدم منسق الشؤون القنصلية والدبلوماسية الشعبية السيد تخلو لباسي التهنئة في احتفالات عيد الاستقلال التي جرت في برلين، وذكر المواطنين بضرورة مواصلة مشاركتهم في برامج التنمية لأنها تشكل العمود الفقري لدولة مستقلة ذات سيادة. وتسلم في المناسبة الفائزون في مباريات كرة القدم جوائز من القائم بأعمال سفارة الإريتريا في ألمانيا السيد يوهانس والدوم. كما شهدت فرانكفورت احتفال مماثل، حيث قدم القنصل العام في فرانكفورت السيد كبر أبتخستاد تهنئة، وشدد على أهمية المشاركة الفعالة للمواطنين من أجل تحقيق برامج التنمية بنفس روح تحقيق الاستقلال. وعلى مستوى هولندا أقيم الاحتفال بعيد الاستقلال في 22 من مايو في ليليستاد، حضره أكثر من 1500 مواطن. وقال سفير إريتريا لدى الاتحاد الأوروبي السيد نجاسي كاسا ورئيس اتحاد الجاليات الإريترية في هولندا السيد زرآي جابريم إن الاحتفالات في الداخل والخارج تسلط الضوء على معنى الاستقلال والثمن الباهظ الذي دفع من أجله. وقدما تهانيهما إلى شعب إريتريا وقوات دفاعه البواسل. وفي الختام تم توزيع الجوائز على الفائزين في مباريات كرة القدم التي نظمت بهذه المناسبة. على الصعيد نفسه، أعرب الإريتريون المقيمون في مونتريال وكالغاري بكندا عن استعدادهم لنقل التاريخ إلى الجيل القادم وضمان ازدهار إريتريا. وتم في الاحتفال الذي جرى في كالغاري وحضره مسؤولون من مقاطعة ألبرتا تقديم الجوائز على الفائزين في بطولات كرة القدم وكرة الطائرة التي نظمتها الجالية. أفادت إدارة فرع الموارد المائية في إقليم القشبرك أن نسبة الاستفادة من مياه الشرب النقية في المناطق الريفية بلغت 73% نتيجة الجهود المتواصلة لتوسيع خدمات المياه في القرى والمناطق النائية. وأوضح مسؤول فرع الموارد المائية المهندس زراب بروخ دخلي أن سكان المناطق الريفية كانوا يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على المياه، غير أن المشاريع التي نفذت منذ الاستقلال وخاصة خلال السنوات العشر الأخيرة أسهمت بشكل ملحوظ في تخفيف الأزمة المائية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وأشار إلى أن المبادرات التي بدأت منذ أواخر عام 2000 لتطوير أنظمة مياه الشرب وتحسين جودتها واستدامتها ساعدت في توفير مصادر مياه أكثر أمانا واعتمادية للسكان، مضيفا أن عدد مصادر المياه العاملة بالمضخات اليدوية انخفض من 315 مصدرا عام 2011 إلى 187 مصدرا حاليا، وذلك بعد إدخال أنظمة الطاقة الشمسية والمضخات الحديثة، وهو ما يعكس مستوى التطور الذي يشهده قطاع المياه في الإقليم. وفي ختام تصريحه بيّن المهندس زراب روخ تخلي أن 78% من أصل 946 قرية ريفية تمتلك مصادر مياه، مؤكدا استمرار العمل وفق خطوط مرحلية لتوفير خدمات المياه للقرى المتبقية ورفع نسبة التغطية في مختلف أنحاء الإقليم. قيمت سلطة الغابات والحياة البرية يوم 28 من مايو أنشطة التشجير وحفظ المياه التي نفذت في الإقليم الأوسط عام 2025. وأوضح مسؤول تنمية الغابات السيد موسي روبيل في التقرير الذي قدمه غرس 2.8 مليون شتلة أشجار العام الماضي، حوالي 66% منها بمشاركة الإدارات والوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى وقوات الدفاع والجبهة الشعبية الديمقراطية والعدالة
والاتحادات الوطنية وشركات البناء وغيرها. وأشار إلى بناء 358 هكتار من المدرجات الحوضية في مجال المياه وصيانة 196 هكتار. وذكر غرس أكثر من 251 ألف شتلة وبناء 489 كيلومترا من المدرجات الحوضية وصيانة 63 كيلومترا، وكذلك حواجز مائية ب 473 مترا مكعب عبر حملة الطلاب التنموية. وشدد على أهمية المتابعة والرعاية لشتول الأشجار بهدف ضمان نموها. وطرح المشاركون إلى قياس الخطوط الموضوعة والمنفذة وتقييم عدد الأشجار المغروسة وغرس الشتول الجديدة في مكان الشتول التالفة وتقديم حوافز للأفراد الذين قاموا بغرس الأشجار. وقال المدير العام لسلطة الغابات والحياة البرية العقيد كنفي هابتوم إن تأخر بداية موسم الأمطار لعام 2025 قد أثر سلبا على برامج التشجير، داعيا كافة الجهات لإبداء استعدادهم من أجل إنجاح برامج عام 2026. وأشاد المدير العام لإدارة الإقليم الأوسط السيد زرقيت ولد إبراهيم بمشاركة المؤسسات الحكومية وقوات الدفاع والأمن في تنفيذ البرامج التنموية. أعلن مسؤول فرع التقييم والامتحانات الوطنية في وزارة التعليم السيد قرمة ألمتكي أن الامتحان الوطني للصف الثامن العام الدراسي 2025-2026 سيجري في الفترة من الثالث إلى الخامس من يونيو عام 2026 في البلاد وكذلك في السودان والمملكة العربية السعودية. وأوضح بأن 68,297 طالب من بينهم 48% طالبة سيجلسون للامتحانات في 535 مركزا، مضيفا أن 532 مركز امتحان داخل البلاد ومركز واحد في كسل السودانية ومركزين في جدة والرياض بالمملكة العربية السعودية. وذكر بأن مركزي امتحان في البلاد يقعان في مصلحة السجون والإصلاح واثنين في مدارس الصم والمكفوفين، مشيرا إلى إتاحة الفرصة للعديد من أفراد قوات الدفاع للامتحان في مناطقهم. وأضاف أن الطلاب سيمتحنون في 5 مواد هي اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية، داعيا إلى قدوم الطلاب يوم الثلاثاء 2 من يونيو إلى مراكز الامتحان المخصصة لهم والحصول على التعليمات المقدمة. وقال إن وزارة التعليم قد حشدت أكثر من 8,000 من القوى العاملة والمرافق الكافية لإجراء الامتحان، ودعا الطلاب على القيام بالاستعداد النفسي اللازم قبل دخول الامتحان وكذلك الآباء على إعداد وتشجيع أبنائهم بشكل صحيح. تبرع طلاب ومعلمو مدرسة نقفة الثانوية بمديرية عد كليزان ب 196 كيسا من الدم خلال يومي 20 و21 من مايو ضمن مبادرة إنسانية. وأوضح مسؤول خدمة التبرع بالدم في بنك الدم الوطني الممرض محاري أبراهام أن عدد المتبرعين يشهد ارتفاعا مستمرا من عام إلى آخر، معتبرا ذلك مؤشرا على اتساع مستوى الوعي والمسؤولية المجتمعية، داعيا جميع المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في التبرع بالدم باعتباره عملا إنسانيا ووطنيا. ومن جانبه أشاد مسؤول شؤون التعليم الأستاذ برهان قبر بروخ المبادرة والتطوع التي أظهرها الطلاب، مؤكدا أهمية توسيع ثقافة التبرع بالدم لتشمل مختلف فئات المجتمع وعدم حصرها في الأوساط الطلابية فقط. فاصل ومن ثم نعود متابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، شنت الولايات المتحدة قرارات جديدة على جنوب إيران، فيما شددت إيران على أنها لن تتنازل عن خطوطها الحمراء رغم تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب داعية إلى التضامن بين دول المنطقة. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي تأكيده أن الجيش الأمريكي شن قرارات جديدة على موقع عسكري إيراني شكل تهديدا للقوات الأمريكية والملاحة في هرمز وفق تعبيره. وأضاف المسؤول أن الجيش الأمريكي أسقط مسيرات إيرانية شكلت تهديدا للقوات الأمريكية. كذلك نقل موقع إكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن إيران أطلقت 4 مسيرات باتجاه سفينة تابعة للبحرية الأمريكية وسفينة تجارية، مضيفا أن الجيش الأمريكي أسقط المسيرات الإيرانية وهاجم وحدة إطلاق مسيرات متمركزة على الأرض. وأكدت وسائل إعلام إيرانية دوي 3 انفجارات في مدينة بندر عباس جنوب البلاد مع تفعيل الدفاعات الجوية.
وقع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ونظيره البولندي دونالد توسك معاهدة لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الأمن والدفاع. وأبرمت هذه المعاهدة بعد سنة من توقيع معاهدة صداقة وتعاون معززة بين بولندا وفرنسا. والتقى ستارمر وتوسك في قاعدة جوية بغرب لندن قبل التوجه إلى خندق حول متحفا من أيام الحرب العالمية الثانية. وأبرمت بريطانيا معاهدات مماثلة مع فرنسا وألمانيا في مسعى إلى التقرب من شركائها الأوروبيين. وتنص المعاهدة على مناورات مشتركة وتبادل المعلومات بحسب وارسو، ومن شأنها أن تعزز التعاون في مجال التصلح والأمن السيبراني ومكافحة الجريمة المنظمة بحسب لندن. شهد قصر الاستقلال في العاصمة الكازاخستانية أستانا مراسم استقبال رسمية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي بدأ زيارة دولة إلى كازاخستان تستمر حتى 29 من مايو تلبية لدعوة من الرئيس قاسم جومارت توكاييف. ويعقد الرئيسان مباحثات ثنائية وأخرى موسعة بمشاركة وفدي البلدين تتناول تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والاستراتيجي بين موسكو وأستانا، على أن يعقبها توقيع 16 وثيقة تعاون مشتركة. ومن أبرز الوثائق المنتظرة بيان مشترك حول أسس الصداقة وحسن الجوار بين الشعبين، إضافة إلى اتفاق يتعلق بمشروع إنشاء محطة للطاقة النووية في كازاخستان. كما يشارك بوتين خلال الزيارة في أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى الذي يبحث ملفات التكامل الاقتصادي والتعاون بين دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. توقعت الأمم المتحدة أن تبقى معدلات درجات الحرارة العالمية بمستويات قياسية أو شبه قياسية خلال فترة 2026 إلى 2030، مرجحة بنسبة 75% أن يتجاوز متوسط هذه السنوات الخمس مستويات ما قبل الثورة الصناعية بأكثر من 1.5 درجة مئوية. وبحسب التقرير حول توقعات المناخ على مستوى العالم لسنة إلى 10 سنوات الصادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، والذي أعدته الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في المملكة المتحدة، من المحتمل بنسبة 86% أن تسجل إحدى سنوات فترة 2026 إلى 2030 الرقم القياسي للسنة الأكثر حرا على الإطلاق، والذي سجل عام 2024. نختم النشرة بالتذكير بأهم ما جاء فيها. وفد منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو يلتقي كبار المسؤولين الإريتريين. الاحتفال بعيد الاستقلال البلاد في مفوضية حقوق الإنسان بجنيف. نسبة الاستفادة من مياه الشرب النقية في الأرياف تصل إلى 73% بإقليم القاشبركة. غارات أمريكية على جنوب إيران وطهران تتمسك بخطوطها الحمراء. ستارمر وتوسكي يوقعان معاهدة أمنية لمواجهة التحدي الروسي. وبوتين يجتمع مع توكاييف عقب استقبال رسمي حافل في إستانيا. مشاهدينا، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا لهذه الفترة المسائية. شكرا لحسن الإسماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.